الورد الطائفي أصله مو من الطائف. وش يجي في بالك لا جطاري الطائف، مصيف الملوك، الهدى والشفا وقرود البابون. في فرنسا طاري الطائف عند صناع العطور يعني ريحة ورد. بس كيف وصلت الفرنسيين ريحة ورد الطائف؟ في هذه الحلقة من منتجات غزة العالم بنسولف عن كيف صارت مدينة الطائف أحد أكبر مصدري خلاصات العطور عالميا. Straight from Saudi Arabia. وكيف صارت جزء من نوتات عطرية يشمها العالم كل يوم. هذا البرنامج برعاية سلة، أكبر منصة سعودية للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط. هالوردة لها أسامي كثيرة، منها ورد الجوري والورد الدمشقي، وكانت تنبت في بلاد الشام ودول مثل تركيا. بس في بدايات القرن العاشر الهجري استزرع في الطائف لما وفد بعض من سكان الشام وتركيا الحجاز للتجارة والحج. بدأت أول تجارب استزراع ورد الجوري في مرتفعات الهدى، وهنا لاحظوا وقتها المزارعين شيء: الورد الدمشقي ينبت في تربة الطائف أحسن من تربة دمشق. المحوا السكان المحليين هذه المعلومة وقرروا يزرعونه بشكل تجاري، وخصصوا له المساحات الزراعية الكبرى. يقول الرحالة اللي وثق حياة أهل الحجاز جون بوركهارت أن تجارة الورد الطائفي كانت قائمة وبقوة حينها، وكان مستخلص ماء الورد ودهنه يباع للقوافل التجارية اللي تمر بأرض الحجاز. الورد الطائفي وعلى أنه كان يزرع في الطائف لكنه كان يستخلص في مكة المكرمة، واللي قد يتسبب في أنه يفسد في الطريق، أمر خلى إنتاج مشتقات الورد أقل من حجم إنتاجه. بس في بدايات القرن التاسع عشر ميلادي جت معامل التقطير للطائف، واللي زاد إنتاج مشتقات الورد وزاد من مبيعاتها. زيادة خلت كل حاج يجي لمكة يقدر يشتري تولة دهن ورد بدون ما يلقاها مخلصة أو بسعر فلكي. غير أنه صار من وفرته جزء من مناسبات أهل الطائف والغربية، يعطرون بالمجالس ويغسلون بالكعبة المشرفة. هذه تتكون من ماء زمزم المبارك، الورد الطائفي الصافي درجة أولى. هذه تستخدم هذه وتخلط المواد هذه مع بعض وتغسل بها الكعبة. وعلى الرغم من احتمال أنك ما قد سمعت عن هالصناعة، ولكن ترى أرقامها مليونية. مثلا تدري كم وردة تنتجها مدينة الطائف سنويا؟ 50 مليون، 100 مليون؟ غلط، أكثر من نص مليار وردة كل سنة. هالنص مليار وردة تنقطف في موسم تحتفل فيه الطائف من عام 2005، موسم الورد الطائفي. هذا الموسم يبدأ في نهاية شهر مارس ويستمر 45 يوم. بعد هالموسم يلف ورد الطائف العالم كله حتى يدخل في مختلف الصناعات، أهمها صناعة العطور. Beautiful Taif Rose Perfume from Jo Malone by Marie Salomon. هذا اللي خلى شركات مثل أرماني وجو مالون وديور يستخدمون خلاصات الورد الطائفي وينتجون عطورهم منه، لأن باختصار ما فيه مثل الطائف ولا ورد الطائف. يا طالع الطائف قلبي عليك طائف يا شكرا لكم. كانت هذه حلقتنا من منتجات غزة العالم.